السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم ايضا على القناة. اليوم ان شاء الله نحضروا كيكة الفلون بالشوكولا. كتجينا اكثر من رائعة بمقادير بسيطة متوفرة في جميع البيوت. كنتمنى انكم تجربوها وغتنال اعجابكم وناجحة 100%. كتجي معلكة لذيذة مذاق الشوكولات، وانتم ديك الساعة اي نكهة كتفضلوا ممكن ديروها. ماشي ضروري انكم ديروا الشوكولا، ممكن الكراميل، ممكن الفاني، البنان، اللي عجبكم نتوما على حسب كل واحد والذوق ديالو. ها نتوما كما لاحظتوا هنا من بعد ما دازت واحد 3 سوايع على تبردت ليا، عاد قدمتها. ممكن تخليوها تبرد اكثر وتجينا برده احسن. خليوها يعني تبرد مزيان كتجي احسن والذ. الوغ اول في المقادير كنحتاجو هنا نص لتر ديال الحليب او 500 ملي ديال الحليب. كنوضع هنا 4 المعالق ديال سكر الحبيبات، لانه غادي ندير 2 علب ديال الفلون من وزن جوج فاصلة 5 غرام. وإلا درتو ديال السكر يعني ما كتضيفوش السكر نهائيا، فقط كتكتفيو غير بهاد 4 المعالق ديال السكر. انا ما تتعجبنيش الحلاوه بزاف، دونك خاص كل ساشي يدار مع 4 المعالق، ولكن في السيترو ديال الحليب شويه كتجينا شويه حلوه بزاف ونقصوا الحلاوه. انا درت غير 4 المعالق كبار ديال السكر مع 2 فلون ديال الشكلاط. كما قلت لكم الا درتو ديال اللي فيه السكر سنيده ما ديروش السكر نهائيا. صافي غادي نحركو، غادي نوضعو على نار عادي يغلى ليا بحال الفلون عادي اللي كنديرو. من بعد انا كنجيب 4 كاس ديال الزيت، هنايا تقريبا 120 غرام ديال سكر سنيده، ما يعادل كاس الا ربع ديال السكر سنيده، 3 ديال البيضات، وهنايا عندي واحد الفانيلا، وجوج اكياس من الخميرات الخاصه بالحلويات، وكاس من الدقيق، ورشه من الملح. وبالنسبه البيكين باودر يعني كنحتاجو منها 16 غرام. من بعد اول حاجه كنجيبو اناء او شي بول، كما لاحظتوا غادي نوضع فيها 3 ديال البيضات. طبيعه الحال يكون بالحجم الكبير، الا كان الصغير كديروا 4 ديال البيضات. طريقه سهله وواضحه. كنديروا داك كاس لارب ديال السكر سنيده. طبيعه الحال كنديروا رشه ديال الملحه اللي كتصحيح الذوق في جميع الحلويات وجميع لي كيك. في اي حاجه كنديروا داك قبيصه ديال الملحه. كنوضعوا الفانيلا. ممكن هاد الخليط هذا تضربوه في مولينكس او باليد او بالباتور، نتوما على حساب الاختيار. انا غادي نضربو غير باليد فقط. غادي نحرك هاد المكونات كلها، ما تعطيوش الجهد ديالكم بزاف، غير حركوه شي شويه غير باش ينسجم لكم العناصر. صافي وقفوا على التحريك. صافي من بعد غادي نزيد هنايا 4 كاس ديال الحليب ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو اللي ما ذكرتهاش في المقادير. وهنايا راكم عرفتوا ما فيها لا نواشف لا والو. من بعد قبل ما نكمل لو كيك ديالنا غادي نجيب واحد المول ما ندهنو ما حتى حاجه، وغادي نكب فيه داك الفلا ديالنا. وغادي اي مول عندكم، اي مول يعني ماشي بالضروره هذا اللي عندي، وغير شوفوا شي واحد ما كيسيحش وصافي دخلوه للفريكو حتى يقبض راسو لمده 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه كما لاحظتوا. وصافي غادي نكمل هنايا شنو درت. صافي من بعد ما نسجم ليا داك الكاكاو والزيت اللي ضفنا في الاخر، غادي نضيف هنايا كاس ديال الدقيق ديال العنبه بطبيعه الحال، ما يعادل واحد 150 غرام ديال الدقيق. والمهم الدقيق على حسب الحاجه. وكندير هنا 2 اكياس من البيكين باودر او خميره الحلويات من وزن 16 غرام، اللي عنده يعني البيكين باودر بالعبار كيعبر 16 غرام. وجوج معالق ديال البيكين باودر. غادي نخلط هاد المكونات كلها بهاد الطريقه هادي حتى غادي ينسجم ليا. فقط كنخلط، ما كنديرش يعني شي مجهود كتير، غير كنخلط فقط عادي
باش يدخلنا داك الدقيق. من هنا يلا شفتوا انا شويه باقي ليا يعني جاري، غادي نضيف داك الكاس كامل هو اللي غادي يكفيني، او كاس ونص ديال العنبه، حيت هاد الكاس هذا اللي عندي كبر من ديال العنبه بشويه، يعني غيكون هذا كاس ونص ديال العنبه. نتوما زيدوا الدقيق بشويه بشويه تتحصلوا على هذا القوام هذا اللي غادي يكون بحال هكا، اللي كيكون يعني كيكون ثقيل شي شويه، ما غاديش نديرو خفيف لانه ماشي كيك عادي. هانتوما كيما لاحظتوا طريقه سهله وواضحه. كما قلت لكم كملت داك الكاس ديال الدقيق كله. هانتوما كما لاحظتوا القوام ديالها كيجي شويه يكون عاقد، صافي وكنخليوه على جنب بما كتوجد ليا داك الطبقه. هانتوما كما لاحظتوا بما جمدات لي في المجمد، من بعد كنوضعوا عليه هاد لو كيك هذا بهاد الطريقه هذه كما لاحظتوا، وغادي نستويو يعني نديرو كلشي يعني بجميع الفراغات. من بعد هنايا كما لاحظتوا غادي نجيب واحد الطاوه غادي نديرها من التحت وغندير فيها بحال لو بان ماغي غيطيب لينا. صافي لمده 30 دقيقه غتوجد ليكم. صافي من بعد ملي وجدت ليا انا خشيتها في الثلاجه حتى بردت ليا عاد باش يعني باش دوزت عليها السكين بحال هكا. وغنديروا شويه من حتى تما عاوتاني ولكن غير شي شويه، ما كتحتاجي لا دهني لا المول لا والو، يعني بكل سهوله يعني كيوجد لكم هذا الفلان ديالكم او كيكه الفلان ديال الشوكولا. هانتوما كما لاحظتوا غادي تقلبوها وغديروا لها بحال هكا، غادي تشدوا بجوج بحال على هذا الشكل هذا وبحال غادي تخبطوا الارض غي غتهبطوا غتهبط لكم بكل سهوله. ها هي البنات كما وجدت لينا، شديت انا رقائق من اللوز وبديت كنزين بيه بهذه الطريقه هذه، يعني ما حمرتوش، ممكن انكم تحمروه يجي افضل. وصافي انا زينت بهذه الطريقه هذه. من بعد ما قلت لكم البنات خصها تبرد اقل مده يعني هي 4 سوايع، وخليوها تبرد مزيان. الا بغيتو يعني تجيكم زوينه ديروها بالليل وخليوها حتى الصباح وعاد كلوها وبصحة وراحة البنات. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد الفيديوهات ان شاء الله. ولا كنتي اول مرة كتزوري القناة ديالي ما عليك الا تشاركيني وتدعميني. وشكرا على المتابعة وفرجة ممتعة. الى الفيديو الجاي مع وصفة جديدة